الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في قناة اونتيوب. النهاردة إن شاء الله هنبتدي في شرح الهايبر لينك. الهايبر لينك فكرته إن أنا لو عايز أروح لشيت معين سواء في الورك بوك اللي احنا فاتحينه ده أو في أي ورك بوك تاني، بنعمل لينك. بعد ما نعمل لينك بنضغط على اللينك ده يوصلنا للشيت اللي احنا عاوزينه. بمعنى إيه؟ زي ما حضراتكم شايفين الشيت ده فيه كمية هايبر لينكس كتير أهي. يعني مثلا لو جيت ضغطت على الانفنتوري وداني للشيت الخاص بالانفنتوري. لو عايز ارجع للقائمة الرئيسية تاني رجعت للقائمة الرئيسية. دي فكرة الهايبر لينك ببساطة، ان انا بضغط على اللينك اللي انا كنت عامله محدد له اللوكيشن بيوصلني لهناك على طول. طب بنعمل ازاي الهايبر لينك؟ بنيجي نقف عند الخلية اللي عايزين نحدد فيها الهايبر لينك ونضغط بالماوس رايت كليك ونختار هايبر لينك. هيظهر لنا الدايلوج ده. اول اوبشن عندنا فيه existing file or web page، يعني انت لو عايز تعمل اللينك لوكيشن اللي انت تروح له، هل هو موجود في الفايل اللي انت فاتحه؟ يعني الشيت بتاعنا اسمه انفنتوري، تمام. في شيتات تانية. طيب لو انا عايز افتح شيت تاني او ورك بوك تانية غير الورك بوك اللي انا فيها دي واعملها هايبر لينك، بروح مختار الفولدر زي مثلا فولدر اكسل ده، واروح اختار مثلا الشيت ده واروح دايس اوكي، تمام. شايفين حضراتكم شكل الخلية بقى عامل ازاي؟ مكتوب فيه اسم الشيت، تمام، وتحتيه خط كده اهو كأنه عامل زي اللينك. ولو جيت وقفت عليه بالماوس هيظهر لي علامة الايد ان انا ممكن اقدر ادوس عليه، ولو ضغطت عليه فعلا هيفتح لي الفايل اللي انا كنت مختاره. دي هايبر لينك لفايل غير الفايل اللي انا فاتحه بالنسبة للورك بوك الخاص بالاكسل. طيب نمسح نعمل ريموف. لو عايزين نلغي الهايبر لينك بنعمل رايت كليك ونعمل ريموف هايبر لينك. كده بقت كلمه عاديه خالص نمسحها. طيب لو عايزين نعمل هايبر لينك في الورك بوك اللي احنا فاتحينه بس الشيت تاني، بنعمل ايه؟ بنعمل نفس الكلام هايبر لينك. بدل ما نختار اول اوبشن existing file or web page بنختار place in this document، يعني في الفايل ده، ونبتدي نختار من الشيتات اللي عندنا في الورك بوك ده، وليكن مثلا نختار اي حاجه رقم 1. اوكي، ظهر لنا الشكل ده. لو جينا ضغطنا عليه هيودينا للشيت الخاص ب1. نرجع للهوم. طب هو ايه اللي مكتوب في الهايبر لينك ده؟ اللي مكتوب في الهايبر لينك اول حاجه مكتوب 1 ده اللي هو اسم الشيت. اسم الشيت اللي هو الشيت زي الشيت اللي تحت زي البرشيزز والسيلز. فالشيت اللي احنا كنا محددينه ان احنا عايزين نعمل هايبر لينك ده اسمه 1، احنا مسمينه 1 وهنعرف مع حضراتكم ليه مسمينه 1، تمام. تاني حاجة في علامة تعجب و A1. A1 دي اللي هي خاص بالخلية اللي هروح عليها في الشيت. بمعنى ايه؟ لو جينا ضغطنا كده اهو على هايبر لينك، تمام، شايفين حضراتكم عمل سيلكت على الخلية دي A1. طب لو احنا مثلا عايزين ان احنا ندوس على هايبر لينك، اول ما يجي مثلا يقف لنا مثلا على كلمة وليكن رصيد اول. طيب رصيد اول دي ترتيبها ايه في الخلايا؟ بنبص على النيم بوكس اللي هي G5، وممكن نرجع تاني على الهوم ونغير في حاجتين. نغير في الشكل اللي ظهر لنا في الهايبر لينك، بدل ما هو ظهر لنا كده شكل مش مفهوم، يعني ممكن نعمل اديت هايبر لينك وبنيجي عند تكست تو ديسبلاي ونغير فيها، ولتكن هنخليها مثلا ايه، استعلام، تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه احنا كنا عايزين ان هو يروح على ايه، على الخليه اللي هي G5 عشان يقف لنا على الرصيد اول. يعني لما يروح على الورك بوك او الشيت عفوا اللي هو الخاص ب1 يقف على الخلية اللي هي G5، فنكتب له G5 عادي بدل A1 وندوس اوكي. شايفين حضراتكم اتغيرت لي كلمة استعلام. لو جينا ضغطنا عليها كمان هنلاقيه وقف على رصيد اول، ما وقفش على خلية A1، وقف على رصيد اول اوتوماتيك. طيب ولو جينا وقفنا بالماوس كده اهو، ده يعتبر اللينك لوكيشن بس هو كاتبه طريقته كاكسل اللي هو طريقه تفصيليه. ممكن نغيرها برضو، بنعمل edit هايبر لينك واللي هي سكرين تيب. ممكن نخليها مثلا لو حد وقف على الخليه يبقى يعرف هو لو وقف على الخليه يعني هيظهر له ايه. ممكن نكتب له كلمه ذهاب، بنعرف ان انت ذهاب للاستعلام مثلا، ونروح تقسيم اوكي اهو. لو جينا وقفنا بالماوس ظهر لنا كلمه ذهاب بدل اللينك لوكيشن الكبير، ودوسنا عليها هيودينا اللينك اللي احنا كنا محددينه. طيب واحنا ممكن نعمل بقى نعمل هايبر لينك بنفس الشكل اللي موضح اللي قدام حضراتكم ده لسببين. اول سبب عشان لو الهايبر لينك لو الكلمه صغيره على الخليه اللي موجوده فيها
مش هتقدر تستجيب للهايبر لينك، او بمعنى صح ان انا مش هعرف اروح الهايبر لينك غير لما اقف على الكلمه نفسها. ده لو محدش يعرف، يعني لازم اقف على الكلمه نفسها وهي على شكل الماوس بيتغير. انما لو جيت دوست ضغطت هنا اهو عادي، يعني هنا عادي. انما لو جيت ضغطت انه في يعمل هايبر لينك. دي اول حاجه، يعني الهايبر لينك مش مختص بالخليه كلها، مختص لازم اقف على الكلمه نفسها. تاني حاجه عشان خاطر الشكل بيبقى شكلها على الشكل. طب بنعمل الشكل ده ازاي؟ هنمسح ده خالص، نعمل ريموف هايبر لينك ونعمل ديليت ونبتدي من الاول خالص بقى. هنعمل انسيرت، نختار شيبس، وادي الاشكال كلها هي اللي ممكن نقدر نعملها هايبر لينك بحيث تبقى شكلنا ان هي زي البوتون اللي نقدر نستخدمها على طول. احنا ممكن نختار نفس الشكل، بنحدد حجم الشكل تمام، ونكتب التكست على طول. احنا كنا عايزين نخليها اسمها ايه؟ استعلام، يبقى نكتب على طول هنا استعلام. عفوا كتبنا كلمة استعلام، ونيجي عند الهوم عشان نغير في الفورمات، هنكبر الخط شوية تمام. خلاص كده كتبنا استعلام. ممكن نخليه برضو ان هو الشكل متغير، ازاي نرجع نغيره من الفورمات ونعمل شيب افكتس، ودي كلها عدة اشكال ممكن نختار منها حسب الشكل اللي يريحك. هنختار نفس الشكل اهو، ظهر معانا نفس الشكل. طيب احنا كده عملنا شكل الخليه بقى كده اهو، كتبنا عليها الديسكريبشن اللي احنا عاوزينه. عايزين نعمل لها هايبر لينك نفس الطريقه، هنيجي نختار رايت كليك ونختار هايبر لينك، هنختار بليس ان ذيس دوكيمنت ونختار الشيت اللي احنا عاوزينه اللي هو كان شيت رقم 1. لو عايزين نغير في الخليه اللي هو يروح لها على طول بنغير من هنا اهو. عايزين نغير في السكرين تيب بنكتبها من هنا اهو، اللي هي مثلا ولتكن ذهاب، وندوس اوكي. هنا بقى اولا الشكل اتغير. تاني حاجه لو جينا دوسنا في اي مكان على الشكل هيودينا على طول للينك، مش لازم ندوس على الكلمه عكس ما كنا عاملين الهايبر لينك في الخليه من غير الشكل ده. لكن هنا لو دوسنا على اي مكان في الشكل يودينا للهايبر لينك تمام. طيب لو احنا عندنا مجموعه شيتات وليكن 100 شيت في الورك بوك ده وعايزين نعمل لهم هايبر لينك، وليكن مثلا عايزين نعمل هايبر لينكس لكل العملاء اللي عندنا، يعني عندنا 100 عميل وكل عميل ليه كشف حساب خاص بيه، عايزين نروح لكل عميل مثلا لو جينا نعمل استلام في فتره، او مثلا مطلوب مننا كشف حساب عن عميل معين. هل هنقعد نعمل هايبر لينك؟ هنعمل 100 هايبر لينك بنفس الطريقه دي ونختار وناخد مساحه كبيره من الشيت اللي هنقعد نعمل استلام للعميل، وليكن مثلا زي العملاء اللي عندنا دول علي محمد، ده خلاص استلام خاص بالعميل علي محمد ماشي تمام. طب هنروح نازلين تحت هنبتدي نعمل هايبر لينك للعميل عمر احمد وهكذا، وهنبتدي نعمل جنبه الهايبر لينك ونختار هو موجود في انهي لينك. طب لو عندنا 100 عميل او عندنا 100 مورد او عايزين نعمل استلام للمنتجات، هل هنقعد نعمل 100 هايبر لينك للمنتجات ولا في طريقه تانية؟ لا، في طريقه تانية ان احنا ممكن نعمل هايبر لينك في خليه واحده ويتغير بناء على تغير الاسم العميل او اسم المنتج او الكريتيريا عامه اللي انا بحددها له. بنعمل الكلام ده ازاي؟ نمسح الاول هنا اهو تمام، ونعمل ريموف هايبر لينك ونعمل ديت للشكل ده. طيب احنا عاوزين اول حاجه هنحدد ان احنا نعمل اسم العميل تمام، وهنا نعمل مثلا عرض كشف حساب اللي هي هيتعمل فيها الهايبر لينك، وليكن على سبيل المثال اول عميل عندنا مثلا علي محمد تمام. العميل علي محمد احنا لو عايزين نعمل هايبر لينك بحيث يوصلنا للشيت الخاص بالعميل علي محمد، بنعمل بقى معادله الهايبر لينك. معادله الهايبر لينك بتتعمل ازاي؟ زي اي معادله بنبتديها بنعمل ندوس على علامه ايكوال طبعا في الخليه احنا عاوزين نحددها ونكتب هايبر لينك، بيظهر لنا دبل كليك عشان نكملها، ظهر لنا شكل المعادله. اول حاجه عندنا اللينك لوكيشن اللي هو المكان او الموقع اللي احنا عايزين نروحه بالظبط، يعني نروحه في الشيت تمام. فاحنا بنكتب بالاكسل ايه؟ بنكتب له اول حاجه شيفت طه اللي هي دبل كود تمام، ونروح عاملين شباك اللي هي شيفت 3 ونعمل سنجل كود اللي هي طه، وبعد كده دبل كود اللي هي شيفت طه، ونعمل علامه ان. اول حاجه اللي كتبناها دي معناها ايه؟ احنا بنوضح للاكسل بالطريقه اللي هو يفهمها زي شيفت كود ان انت هتروح للينك في الورك بوك ده، فانا بكتب له دبل كود شباك سنجل كود دبل كود، واروح عامل اند عشان هكتب له انا عايز اروح لك في انهي شيت. فتاني حاجه بقول له ايه؟ انت بيسالني المفروض ان انا اروح انهي شيت في الورك بوك ده، فانا بكتب له اسم الشيت.
فاكرين حضرتك لما قلت حضرتك احنا مسمين الشتات برقم 1 2 و3؟ احنا مسمينها كده ليه؟ عشان تسهل علينا في المعادله دي. فاحنا هنا الشيت الخاص بعلي محمد رقم 1، فنحط نقول له عايزين نروح الشيت اللي هو اسمه 1، ونروح قافلين بعلامه اند تاني. تمام. ونعمل بعد كده دبل كوت وسنجل كوت. هنحط ايه دلوقتي؟ هنحط الخليه اللي هي كانت زي A1 او G5 اللي احنا كنا بنحددها في الشيت اللي هو المفروض يروحوا. فاحنا هنعمل علامه تعجب الاول عشان نبتدي نعرف ان احنا نتكلم عن الخليه، وليكن خليها A1 تبقى اول خليه في الشيت يروح لها، ونروح قافلين بدبل كوت. تمام. وكده المعادله بتاعتنا خلصت. لو جينا عملنا كوما هنخش على تاني جزء من المعادله اللي هي مش اجباري، دي اختياري حسب. دي الفريندلي نيم اللي هو احنا لو كتبنا عايزين نظهر باسم ايه مثلا، زي ما كنا الاول بنخليها استعلام او ممكن نسيبها فاضيه. لو خلينا نسيبها فاضيه نمسح الكوما ونقفل القوس وندوس اوكي. ظهر لنا الشكل ده. طب ندوس عليه. ودانا للكشف حساب الخاص بالعميل علي محمد، وادي الخليه A1 اللي احنا محددينها. نرجع تاني هوم. فعلا هو كاتب رقم او اسم الشيت اللي احنا مسمينه برقم 1 والخليه A1. طب لو احنا كنا عايزين نعدل في الشكل اللي بيظهر برضو، هنا بقى بنعدل ازاي؟ بنيجي نقف ونيجي عند الفورمولا بار ونمسح القوس ونخش على الفريندلي نيم بكوما ونكتب اللي احنا عاوزين يظهر لنا في شكل الخليه بتاعت الهايبر لينك. طبعا ما دام هنكتب تكست او نص لازم نحطه بين دبل كوت، لان في المعادلات ما بيتكتبش النصوص من غير دبل كوت، انما الارقام بتتكتب من غير دبل كوت. فهنكتب دبل كوت الاول هي شيفت طا، ونكتب وليكن كلمه استعلام برضو، نروح قافلينها بدبل كوت ونقفل القوس وندوس انتر. ظهر لنا كلمه استعلام بدل شكل الكود اللي احنا كنا مطينه. ولو جينا ندوسنا عليه هيودينا فعلا كشف حساب العميل علي محمد. طيب عايزين كشف حساب العميل عمر احمد، هنروح جايين هنا اهو ونغير في اسم الشيت نخليه 2 وندوس اوكي. لو جينا دوسنا استعلام هيودينا في كشف حساب العميل عمر احمد. طيب هل معنى ذلك ان احنا هنقعد نغير كل مره على اسم العميل من جوه في المعادله؟ طب ما احنا كده ما استفدناش حاجه. احنا وفرنا هنا في حجم الهايبر لينكس هتتعمل، لكن برضو قعدنا نعمل الشغل مانيوال. طب احنا عايزين طريقه بحيث لما نكتب اسم العميل هو اوتوماتيك يغير اسم الشيت بناء على اسم العميل ويذهب للشيت اللي احنا محددينه. هنعملها ازاي؟ هنعملها بمعادله بسيطه جدا، معادله الفي لوك اب، ودي تم شرحها قبل كده، ولو في حد عايز يرجعها او عايز يستفسر عنها جديد هي موجوده في البلاي ليست الخاصه بالقناه. تمام. بنعمل ايه؟ هنيجي هنا اهو في الفورمولا بار، وبدل رقم 2 ده هنكتب معادله الفي لوك اب. دي معادله الفي لوك اب. نعمل دبل كليك. هنا هنقول له ايه؟ هنقول له بص لنا، انا هشرحها بس بسرعه عشان كده هشرحها قبل كده، لو حد عايز يرجعها اللي هي موجوده في البلاي ليست. تمام. وهندوس على اللوك اب فاليو اللي هي علي محمد. بص لي على علي محمد ونخش على الجزء الثاني من المعادله في اللوك اب فاليو. انا بقى عامل الجدول ده عشان خاطر المعادله دي، فكنت محدده له، واروح عامل عليه سيلكت. مش محتاج اثبته لان انا مش هسحب المعادله. لو عايزين تثبتوها عادي باف 4، بس انا مش محتاج اثبته لان كده الخليه واحده، مش هنزل لتحت. تمام. واروح عامل كوما واختار الكولن اندكس نمبر كام احنا عايزينه يغير هنا اهو برقم الصفحه او باسم الصفحه بناء على اسم العميل. فبختار الكولن رقم 2 واعمل كوما 0 واروح قافل المعادله بتاعت الفي لوك اب وادوس اوكي. كده احنا واقفين على اسم مين؟ علي محمد. طب ندوس استعلام ودانا فعلا الشيت الخاص بعلي محمد. طيب نيجي نكتب هنا اهو حسين جمال ونيجي ندوس استعلام ودانا كشف حساب حسين جمال. يعني مجرد ما بغير الاسم بيغير لي رقم الشيت هو اوتوماتيك، وبيخلي الهايبر لينك جاهز للاستخدام. احمد محمود. نيجي نعمل استعلام ودانا الشيت الخاص باحمد محمود. طب احنا ممكن نضيف معادله الفي لوك اب ونعملها بطريقه احترافيه اكتر، بحيث ان احنا ممكن نخليها بالاكواد بدل ما نكتب اسامي العملاء، عشان لو في حد اسامي عملاء متكررين ما نقعدش نكتب اسمه ثلاثي. فتملي نخلينا نستخدم كود العميل، لان كود العميل ده خاص زي السيريال نمبر من اسم المنتج ما بيتكررش، وبتبقى طريقه سهله. هنعمل ايه؟ هنروح كاتبين كود العميل بحيث لما نيجي نعمل سيرش على طول ونعمل انسيرت معادله الفي لوك اب. نعمل ايه؟ ايكوال في لوك اب
لوك اب فاليو هنقول على كود العميل، بس انا طبعا مش عارف اختار عشان المعادله، فاحنا بنختار الخليه اللي فيها وننزل بالكيبورد سهم لتحت اهي اتش 15 لوك اب فاليو اتش 15 ونعمل كوما في التيبل اري. احنا محددين اهو التيبل اري ده اللي فيه كود العميل، ده احنا برضه عاملينه عشان زي ريفرنس لينا. تمام، ونعمل كوما. عايز كل اندكس نمبر كام؟ 2. عايزك تعمل لي انسيرت لاسم العميل المره دي. تمام، ونخليها مش مترتبه، نحط 0 ونقفل المعادله وندوس اوكي. تمام، طبعا هو ظاهر كده عشان مفيش لسه كود مكتوب. لو كتبنا مثلا كود 1003 شايفين ظهر لنا اسم العميل والاستعلام على طول. هو 1003 فعلا خاص بالعميل حسين جمال. طب نيجي نعمل استعلام حسين جمال. طب نيجي نكتب مثلا الكود 1006 ظهر لنا اسم العميل اوتوماتيك. ولو جينا عملنا استعلام هنروح فعلا للعميل احمد محمود. ننسقها اكتر يبقى شكلها احسن يعني. هنا عشان دي خليتين متماسكين فنعمل لها ميرج اند سنتر. تمام كده احنا نقدر نعمل استعلام على اي عميل بناء على كوده فقط. يعني عملنا يعتبر كذا هايبر لينك في خليه واحده، وفي سهله البحث مجرد ما بنكتب اسم العميل بيظهر، مجرد ما نكتب كود العميل عفوا بيظهر لنا اسم العميل والشيت الخاص بيه. واحنا ممكن نعمل كود العميل برضو ما هو زي داتا. بنعمله داتا ازاي؟ يعني مجرد زي ليست كده فيها الاكواد المحدده فقط، بحيث ما حدش يكتب كود مش موجود، ولو كتب كود مش موجود يظهر له زي مسج توضيحيه. طب بنعملها ازاي؟ بنيجي عند قائمه داتا ونختار داتا فاليديشن. طبعا احنا محددين الخليه عايزين نعمل فيها الداتا، واقفين عليها، ونختار داتا فاليديشن، نختار داتا فاليديشن ونختار من allow list. تمام، هنا السورس اللي هو ايه؟ اللي هو انت عايز تختار اني سورس بحيث يظهر لك في الخليه دي او الليست دي فقط. بنحدد السورس ده. طيب، والايرور اليرت هنخليها انفورميشن، يعني توضح للعميل، تتوضح للمستخدم لو هو كتب رقم غلط او كود غلط ايه اللي ايرور يظهر له، اللي هو انفورميشن. هنخليها ايه؟ اختر من القائمه. ده في حاله لو هو كتب كود غلط. وفي المسج مثلا هنعرف ان هو كتب كود خاطئ وندوس اوكي. شايفين حضراتكم في سهم ظهر، السهم ده دوست عليه اهو كده ظهر لي الاكواد الخاصه بالعملاء اللي هي مسموح بيها اهو. جيت دوست 1005 ظهر لي يوسف زكي. عملت استعلام وداني الشيت الخاص بيوسف زكي. طيب لو جيت كتبت مثلا، ممكن اكتب برضه مانوال مش شرط اختار من القائمه 1003. تمام اهو. طيب لو جيت اكتب كود غلط او كود مش موجود مثلا وليكن 1000 ودوست انتر، شايفين حضراتكم ظهر لي القائمه اللي انا كنت عاملها للمستخدم. اختر من القائمه ليه؟ لان الكود خاطئ. وبروح دايس اوكي وببتدي اعدل فيه. بختار بقى من القائمه او بكتبه مانوال، المهم اكتب الكود صح. كده نكون انتهينا من درس النهارده. اتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتم، ولو في اي حد عنده استفسار يشرفنا بالتعليق على الفيديو وان شاء الله هنرد عليه. ويا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير لزملائكم عشان يستفيدوا، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه عشان تتابعوا دروسنا اول باول. وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.